مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطين. دور الجزائر بعد عام من الآن، هذا ما قاله الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وهو يحتفل بنشوة نصر كما يراه على النظام الليبي في طرابلس. إذن هي لعبة أدوار أو لعبة دومينو أتقنها أصحاب المطامع والمصالح في منطقتنا العربية، تسويق لديمقراطية تصنع بأصابع تتقن قتل المدنيين وتتبجح بحمايتهم في آن واحد، وهنا دليل ديمقراطيتهم. ديمقراطية وظف لها المتآمرون أموالهم وحلفائهم على الأرض، وإعلاما فقد ضميره ومهنيته وتحول لمحرض وأداة تخريب وبث للفتنة. الجزائر التي وضعت على أجندة ساركوزي وغيره من الغرب الطامع بنفط العرب والراغب بتركيع أصحاب المواقف المبدئية والراسخة، هي قاب قوسين أو أدنى من النضج في مطبخ قناة الجزيرة. حسب مصادر مطلعة، فقد فتح مكتب التحرير بالقناة المذكورة عدة صفحات على الفيسبوك تمهيدا لفتح الملف، حيث ستتغير أولويات بث قناة الفتنة لتصبح على النحو التالي: أولا الملف السوري، ثانيا الملف الجزائري، ثالثا تغطية جزئية في ليبيا واليمن، رابعا إخفاء كامل لمجازر الناتو في ليبيا التي ترتكب والتي سوف ترتكب، والأخطر تغطية لمجازر إسرائيلية متوقعة بحق الفلسطينيين بعد توجههم لمجلس الأمن للاعتراف بفلسطين كدولة. يسرب بعض العاملين في القناة أنها تبدأ منذ الآن عمليات التحضير لهذه الفتنة باستفزاز الحكومة الجزائرية بعد استقبالها أفرادا من عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي. تقول الأعراب: من قصرت يده طال لسانه، وهذا هو حال قناة الجزيرة التي أضحت برأي كثيرين قناة مأجورة لا تأثير لها على الشارع العربي بعد مقتلها المريع على أيدي السوريين الذين كشفوا عورتها وحقدها وتبعيتها.